بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. من البقاع العزيز إلى أهلنا في فلسطين الحبيبة، إلى الأرض الثائرة التي تعلم الرجال كيف تكون الرجولة وتعلم الأبطال كيف تكون البطولة. إنهم الفئة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، وفي رواية لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. أين هم يا رسول الله؟ في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. حي الله وجوهكم وشرفت تلك الأيدي، بل شرف التراب الذي تمشون فوقه. لقد أعطيتم الأمة عزا وأعطيتم الأمة أملا، فحي الله وجوهكم وسدد الله رميكم. لقد أشفيتم صدور قوم مؤمنين، ولقد أدخلتم السرور على قلوب أهلكم في العالم الإسلامي. فإن أرضنا المحتلة في فلسطين والتي هي أمانة الأمة، ها أنتم اليوم تستعيدون الأمانة لأهلها وتحررون الأرض حتى تبقى على طهارتها وحتى تبقى على قدسها. أنتم الأقدس بين الناس، وأنتم الأحرار بين الناس، وأنتم الأشراف بين الناس. تعلمون الشرف وتعلمون الحرية لكل من أراد طريقها. من بقاعنا ومن مؤسساتنا في بقاعنا نحيي وجوهكم ونقبل جباهكم ونقبل أيديكم. وإننا في هذه اللحظات إن لم نكن في الميدان معكم فنحن نسأل الله حتى نكون ردءا لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نطالب إخواننا في بقاعنا العزيز أن يضعوا التكبيرات على المآذن في المساجد حتى نشارك الأهل فرحتهم، ولعل بالتكبير تأتي ملائكة الله حتى تنصر إخواننا وحتى تثبت الأقدام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.